حريق هائل داخل مصنع تنكات بلاستيكية في أكتوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا الفيديو الجديد. اندلع حريق هائل داخل أحد المصانع المختصة بتصنيع التنكات البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وتلقت وحدة الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل أحد المصانع لتصنيع التنكات البلاستيكية، وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة الحماية المدنية وعدد من سيارات الأطفاء للسيطرة على الحريق وتجري الآن عمليات الأطفاء. وفي هذا الفيديو أيضا فتح الدائري أمام حركة السيارات واستمرار الحريق بعقار مصنع الأحذية. عادت الحركة المرورية لطبيعتها أعلى الطريق الدائري بمنطقة الهرم، وكانت الحركة المرورية قد توقفت بالطريق الدائري في ظل تصاعد الأدخنة وانتشارها بشكل كثيف على الطريق بسبب اندلاع حريق هائل في منطقة الطوابق بالقرب من الدائري. وحفاظا على حياة المواطنين، قامت الإدارة العامة للمرور بإغلاق الطريق المتجه إلى طريق الواحات وأكتوبر، ما تسبب في حالة من التقدس من مجموعة من الطرق من وإلى الدائري. من جانبه أمر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، وذلك في أعقاب نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص بإحدى العقارات بمحافظة الجيزة، لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن سالف الذكر والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها عن كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على سيادته للتصرف في ضوء ما تنتهي به إليه التحقيقات. ومن الجدير بالذكر أيضا أن تعرض عقار فيصل المشتعل منذ الأمس إلى انهيار أجزاء كبيرة من مكونات البناء، حيث قررت وحدة الحماية المدنية التوقف عن محاولات إطفاء العقار حتى لا يتعرض للسقوط نتيجة تدافع المياه على أعمدة العقار المتهالكة، وخصوصا أن العقار آيل للسقوط وغير حاصل على التراخيص اللازمة. وقال مصدر أمني أن جهات التحقيق طلبت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المكون من 13 طابق والمشتعل به النيران بسبب مخزن لصناعة الأحذية في الطابق الأرضي والبدروم، وتقدير الخسائر الناجمة عن الحريق الذي اندلع في مساحة المخزن بالكامل وتقدر بنحو 1000 متر. وأوضح المصدر أن اللجنة الهندسية طالبت بوقف عمليات إخماد النيران وعدم استخدام المياه حتى لا يتسبب الأمر في انفجار الأعمدة الخرسانية جراء اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي إلى انهيار العقار. وفي نهاية الفيديو نشكر حضراتكم على حسن الاستماع، ولو عجبك الفيديو اضغط لايك، ولو أول مرة تشوفوا القناة ادعمنا بزر الاشتراك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.